ينضم إلينا عفوا ننتقل الآن إلى أنطاكيا وعمر الحاج. عمر الحاج، كنا نتابع هذا اليوم كلمة الرئيس في أردوغان، وعلمنا للتو بحصول حزة ارتدادية في أنطاكيا. هل من أخبار؟ يعني جمال، لا أستطيع وصف ما حدث وسط هذا الهلع الآن. هزة ربما مقاربة للهزات التي وقعت خلال يوم 6 و7 من فبراير. انقطعت الأضواء هنا. فقط أريد أن أريك، أنا كنت أمام مدينة خيام أنشئت جديدا، ولكن الأرض اهتزت. هذا الجسر القريب من هنا سمعنا أصوات لانفجارات وسمعنا أصوات لانهيار بعض الأبنية في مدينة أنطاكيا. استمر الزلزال لأكثر من 20 ثانية بشدة. نحن كنا واقفين على الأرض اهتزت تماما. أصوات الصراخ، أصوات البناء، الأبنية التي انهارت. يبدو أن هناك أبنية انهارت، بالتأكيد هناك أبنية قد انهارت في هذا الاتجاه. أصوات الصراخ، قطعت الكهرباء كما تشاهد هنا من خلفي في المدينة. وحدات من الجيش كانت قريبة من هنا، سارعت بالتحرك. هناك انذار من السلطات المحلية بأن هناك هزات أخرى قوية متوقعة. الهزة حسب ما نظرت بعجالة إلى الأخبار تم